ولك عمو قلت لك والله ما اضرب بنتك وين؟ ولكم انتم منين؟ وش عندكم وياي؟ انا حتى ما اعرفكم. بس احنا نعرفك، يلا انت ويانا بدون حكي. خويا انا مثل اختكم، خلونا نروح عن الاهلي. حكي جاي لا تحكي، يلا انت وياي. ولست سنة تعانديني اجلس انت وياي بدون حكي. ولك انا بنت ابوي، الموت اهون علي ولا اجي وياكم يا النسل. سويتي ايه بنت عويدل؟ سويها روحوا موتي الله يعطيك، وخلنا نشوف اليوم شاحسه بالجرة. امشوا يا ربع امشوا. يا ستار يا رب، هاي العباية لمن؟ ابوي هاي عباية تايه. حسام ليش ولك عمي؟ انا طول عمري مستور، هاي تالت الزاد والملح ثقيت بيك وامنتك حلالي ومالي، ليش ولك ترفع عرضي؟ ليش حسام؟ بس اعطيني مجال خلنا افهمك عمي. ولك شو تفهمني؟ افتحمت كلشي والدليل بيدك وعباية بنت بيدك. عما ابو سيدك حتى انا ما اعرف شنو الموضوع، لقيت العباية معلقة هنا. ولك انت بجابك في هذا المكان من بنتي. عما انا غرض شريف واريد بنتك على سنة الله ورسوله، لا يروح بالك بعيد. ولك هو ولي البنات اللازم يغسل بيهن. لا عمي لا ارجوك لا تكمل، هذا مو طبع وانت تعرفني كل الزين. ولك يا حسين ارتحت فضحت بولدتي راسي. ولك عمو قلت لك والله ما اضرب بنتك وين؟ ولك حسام ولك بنتي وين؟ ولك خلنا نغسل عارب ايدي. عم عادل الله يكون بعونك. سمعوا يا بيتي، سمعوا يا الربع، انا متبرى من بنتي من نار يوم القيامه ودمع مهدور، واللي يلقاها باي عرض باي سيف يبلغني. سمعوا يا الربع، بعد ما البس عقال ولا اقعد بديوان، لان هاي نزلت عقالي وبعد ما قد ما نزلم الا اخذ حقي من حسام واغسل عاري. والله يا ام عذراء الله سبحانه وتعالى صحيح ما رزقنا بالولد، بس اعطاني عذراء عدال 10 سلم، الحمد لله والشكر، نحمد الله ونشكره. هاي ما سويتي حلبت الهوايش؟ ايوه يما ما سمعت حسال عليه منا هذا الزلمه؟ لا والله يما كل شيء ماكو. ام عذراء قولي يلا صل على محمد بس يقعد وشوفه منين ما منين، من يا عرب وين اهله من يا ديره، بس خليه يقعد. خاف رابليه هذا الولد، نبتلي لنا رحنا شلون بالله فهمني.